السلام عليكم كده حلقه جديده من كره تقديم باذن الله تعجبكم. خلصت الجوله الاولى بماتشاتها، خلصت باحداثها، خلصت بمتعتها، خلصت بمفاجاتها، خلصت بانجلترا تكسب 6 واسبانيا تكسب 7، خلصت بالارجنتين تخسر والمانيا تخسر، خلصت بوجود العربي والتألق العربي المتميز. خلينا بقى نلخص كل الليله دي، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدا. خلينا بقى نبدا بمفاجآت، وقبل ما نتكلم عن اي حاجه لازم نحيي كل المنتخبات العربيه، وخلينا نبدا كده بقى بالمنتخب السعودي اللي عمل اداء رجولي متميز جدا. مين فينا كان يستني المنتخب السعودي يقدر يكسب او يتعادل او حتى يقدم اداء كويس قدام المنتخب الارجنتين؟ الوقت ده مشترين من المنتخب السعودي، بس اللي فينا اللي كان سايب شغله واللي كان مزوج من دراسته واللي كان مجهز طبق الفشار قدامه وكوبايه الشاي بتاعته ومستني اول ماتش لميسي في كاس العالم يقعد كده يستمتع ويتمزج بالعظمه، خصوصا ان ده كان اسهل ماتش على ورق في المجموعه. بس تيجي الرياح بما لا تشتهي السفن، والمنتخب السعودي قدم اداء متميز جدا سواء كروح سواء كجرينتا. لو انا كنت بتكلم في الفيديو اللي فات عن الروح والجرينتا بتاعت المنتخب الارجنتين، فالسعوديه قدمت روح وجرينتا ليفل تاني خالص، ليفل الوحش، وقدرت تكسب المنتخب من ضمن المرشحين ان هو ياخدوا كاس العالم وبنجومه بليونيل ميسي. السعوديه مش بس عملت ماتش كويس، انما قدرت تكسب الارجنتين وقدرت تعمل احسن ماتش في تاريخ العرب في كاس العالم. خلينا بقى نيجي نتكلم عن تونس والمغرب، قدروا يتعادلوا مع الدنمارك وكرواتيا. الدنمارك تاني متأهل لكاس العالم في اوروبا بعد المانيا، وكرواتيا طبعا وصيفة المونديال اللي فات. بجد شابوه جدا لكل المنتخبات العربية اللي قدرت تعمل مستوى متميز جدا، ونتمنى ليهم ان هم يكملوا بنفس المستوى ده ويزودوا من حظوظهم في الصعود لدور ال 16. وتاني مفاجأة وهي التسونامي الياباني اللي عطل وغرق الماكينات الألمانية. منتخب المانيا الغير مقنع، منتخب المانيا اللي ضيع فرص كتيره جدا، اصطدم بمنتخب منظم جدا وسريع جدا، يخسروا في مفاجاه كبيره جدا ويصعبوا مهمتهم في الصعود، خصوصا الماتش الجاي النهائي مبكر ضد الماتادور الاسباني. اسبانيا اللي قالت انا مش هستنى اي مفاجاه، واثبتت نفسها واثبتت حضورها في المونديال ولعبت وامتعت وسجلت 7 جوان ضد كوستاريكا. ما كتبش امير عيد لما قال في كوستاريكا الحياه سهله وبسيطه، وكانت فعلا المهمه سهله وبسيطه جدا بالنسبه لانريكي والاسباني. كواحد مصري لو سالتك مين اكتر 2 متجوز منهم في المونديال مش هتقول لي غير 2، اليو سيسي وكارلوس كيروش. الاثنين طبعا خسروا كل حاجه، بس في فرق ما بين المدرب اللي بيرص لعيبته ورا واللي بيدافع 90 دقيقه وفي الاخر بيشيل 6 من انجلترا. في فرق ان المدرب يلعب الند بالند ويخلق مشاكل كبيره للمنافس، ولولا الحظ والامكانيات وفرق الامكانيات الفرديه كانت السنغال ممكن تعمل مفاجاه ضد هولندا. وطبعا جنب اليو سيسي هحط هيرفي رينار مدرب جريء. الاثنين مدربين لعبوا بجرأه كبيره، خلقوا مشاكل جدا للمنافس. مدرب منهم عمل اداء كبير يحترم طبعا، ومدرب التاني قدر يكسب الارجنتين اللي هو من اقوى المرشحين للبطوله، ومن هنا نقول لا يفوز باللذه الا كل مجامل. اما بقى بالنسبه لمنتخبات زي بلجيكا وفرنسا، فبلجيكا الصراحه ما كانتش مقنعه قوي، وكان الماتش كان رايح جاي ما بينها وبين كندا، وكانت ممكن كندا تتعادل عادي جدا. انما بقى فرنسا تقريبا نقدر نقول انها شبه خلاص كسرت لعنه بطل المونديال السابق، وقدرت تكسب 4-0 بقى الهداف التاريخي. بس يمكن النقطه السلبيه الوحيده ان لوكاس هرنانديز جاله الرباط الصليبي، بس نفس النقطه دي كانت نقطه محوريه في الماتش، ان سيو هرنانديز لما نزل حرفيا اتشعل الخط وصنع فرص كتيره جدا. ونيجي بقى على مسك الختام والماتشين بتوع البرازيل والبرتغال. البرازيل اللي قدرت تكسب صربيا 2-0، صربيا اصحاب التدخلات القويه واصحاب الاطوال الفظيعه واصحاب القوه البدنيه، غير طبعا بقى تشارلسون عمل فيها الظاهره رونالدو وعمل اداء خرافي، والبرازيل كسبت 2-0 غير الفرص الكثيره اللي ضاعت ضد اقوى منافس في المجموعه. ايه بقى البرتغال اللي الصراحه ما كانتش مقنعه قوي. المدرب فرناندو سانتوس كان بادئ الماتش بتشكيله وخطه عقيمه جدا. يمكن في الشوط الثاني بعد ما رونالدو جاب الجون والغانا بدات تفتح شويه والتغييرات اللي فرناندو سانتوس عملها، البرتغال قدرت تكسب الماتش رغم ان غانا كانت قريبه جدا انها تعمل مفاجاه. طبعا بقى كل ده غير غلطه دييجو كوستا. دييجو كوستا عمل غلطه كبيره جدا، كل الغلطات في كوم وغلطه دييجو كوستا في كوم. حارس البرتغال اللي قرر ان هو ينزل الكوره وهو اصلا ما تعرفش كان بيفكر في ايه ولا كان مستبح وقتها ولا ايه، وكان في مهاجم من غانا وراه كان هيقطع الكوره وكان هيجيب التعادل لغانا اصلا. ودي بقى كانت الجوله الاولى ممتعه جدا من المونديال. نتمنى ان الفرق العربيه تقدم اداء قوي وتزود حظوظها في التاهل، ونتمنى فوقان الارجنتين والالمان قبل فوات الاوان.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مستني رايكم تحت في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وانتظروني جديد شديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.